بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا هنعمل كيكة مع بعض. أول حاجة أنا حطيت بيضة، عدد بيضة واحدة، وبعد كده هحط 10 معالق سكر، وهحط نص كوب زيت، وهنحط كمان معلقتين أو ربع كوب خل، وكمان هنحط معلقتين من السمنة. دي كده المكونات اللي احنا هنحطها في الخلاط وهنضربها مع بعض قبل ما نحط اللبن وقبل ما نحط اي حاجة. طيب هنا احنا بنحط السكر. تمام. طبعا هي دي كيكة سريعة كده، ولا بنضرب البيض ولا بأي حاجة. هنعمل معظم المكونات بتاعتها في الخلاط، والمكونات اللي هي دي السايلة، أما المكونات اللي زي الدقيق والحاجات دي هنحطها، المكونات البودرة هنحطها مع بعضها كده. احنا حطينا السكر وحطينا الزيت، ودي ذرة ملح صغيرة، وهنحط معلقة سمنة، ده الزيت، وهحط معلقة سمنة كمان زي ما قلنا قبل كده. مش بنكتر زيت، يا دوبك فنجان من بتاع القهوة، ومعلقتين برضو سمنة مش ملانين. هنضرب كل المكونات دي مع بعض في الخلاط، وبعد كده نرجع علشان ان احنا نحط المكونات البودرة مع بعضها. هنضربهم مع بعض. هنا بننخل الدقيق، هننخله طبعا علشان الهواء يدخل فيه والكيكة بتاعتنا تطلع هشة وجميلة. طيب دي احنا بنحط الدقيق على حسب ما احنا عايزين. طبعا احنا هنشوف قوام الحاجة قدامنا، وبعد كده نحدد ان احنا نحط دقيق تاني او ان احنا نزود حبة لبن. كده احنا هننخل الدقيق مع بعض، وهحط على الدقيق معلقتين نشا كبار علشان النشا بتخلي الكيكة هشة وجميلة، ومعاهم البيكنج باودر معلقة ونص كبيرة، يعني الكيس بشيل منه معلقة شاي، وهحط كيس من الفانيليا. دي كده المكونات اللي هي البودرة مع بعضها. هنبدأ بعد ما ننخل الدقيق هنحط النشا كلهته، بننخله النشا والبودر. ده البودر هشيل من الكيس معلقة شاي زي ما قلنا. وهحط معلقتين نشا كبار. كلنا عارفين ان النشا بتخلي الحاجة هشة والوش بتاعها جميل كده وحلو. طبعا الفانيليا هننزل بالفانيليا، باكو فانيليا من العادي. هنقلبهم كلهم مع بعض علشان كلهم يبقوا متجانسين مع بعض، مش في حاجة فيها بودر وحاجة ما فيهاش. وبعد كده هننزل بالخليط السايب على الدقيق بتاعنا والمكونات بتاعتنا. طبعا احنا هنلاقي ان العجينة جابسة شوية، هنبدأ ان احنا نحط لبن لاننا لسه ما حطيناش خالص. تقريبا بناخد كوباية مج من الكبار بتاع الشاي، من الكبير بتاع الشاي اللي احنا بنشرب فيه شاي، هيبقى لبن لحد ما نشوف الخليط بتاعنا شكله ايه. احنا طبعا بنوصل للقوام اللي احنا عايزينه. هنبدأ ان احنا نقلب بمضرب البيض اللي هو السلك علشان كل المكونات تدخل مع بعضها. وطبعا المضرب بيضرب العجينة احسن من معلقة او احسن من سبونشة او اي حاجة. انا بعد ما اخلص العجينة دي بشيل منها كوباية، بقلب عليها حبة من الكاكاو علشان تبقى فيها حبة لونين، يعني زي التايجر كده، بني وابيض. ده هنا اللبن هننزل بيه.
نضرب بقى العجينة كويس علشان تفك مع بعضها وتبقى سايبة، مش يبقى فيها كلاكيع او اي حاجة. لازم نضرب كويس وبالراحة علشان الهواء ما يطلعش من الكيكة فتهبط. احنا بنضرب في اتجاه واحد وبالراحة خالص، واحدة واحدة، علشان الهواء ما يطلعش من الكيكة. نضلنا محافظين على قوامها زي ما احنا شايفين كده. القوام تقريبا اللي احنا عايزين نوصله. كده القوام تمام اهوت اللي احنا عايزين نوصله. ممكن نحط كمان ندعة لبن علشان تبقى ان هي مش جابسة قوي، فتبقى كويسة وما نلاقيهاش ان هي مكتومة، تبقى ايه، منفوشة كده وحلوة خفيفة. شايفين القوام بتاعنا لا هو خفيف ولا هو تقيل. هنبدأ بقى ان احنا نجيب صينية نحط فيها العجينة بتاعتنا. ده البيكنج، ده الفانيليا نزلنا بيها طبعا بعد ما بنخلص عجنة عشان ريحتها تدنها في الكيك زي ما هي، تديها نفس كويس كده. احنا صبينا الخليط بتاعنا في الصينية زي ما احنا شايفين. حطيت الابيض الاول وبعد كده حطيت عليه الكاكاو زي ما انا قلت لكم. بشيل كوباية من الخليط بحط عليها كاكاو وبعد كده بنزلها في الايه، في الصينية. هنبدأ نعمل بأي خلة سنان كده أي منظر، ممكن نسيبها عادي مش فيها مشكلة. هنبدأ نحطها بقى في الفرن وبعد ما تطلع نشوفها عاملة ازاي. انا طبعا مش كنت مركزة في المنظر قوي فعملتها اي حاجة. ده كده الكيكة بتاعتنا مفتوحة، دي مش فيها عيب ولا حاجة خالص، ده معنى كده ان هي ناجحة وجميلة. طلعت جميلة خالص. هوريها لكم، هنقطعها واوريها لكم بعد ما قطعناها. شايفين كده ده السمك بتاعها جميلة ومش لازقة في الصينية ولا اي حاجة خالص.